ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض زي ما انتم شايفين كده سينابون، بس مش اي سينابون، هنعمل انجح عجينه سينابون ممكن تعمليها. عجينه ناجحه جدا جدا، هشه جدا، بتدوب في البق كده وانتي بتاكليها، رهيبه. وشوفي الفيديو عشان خاطر فيه تريكات هي اللي هتوصل العجينه للدرجه اللي انتي شايفاها قدامك دي. وهنعمل كمان الصوص الابيض الاصلي للسينابون، فشوفي الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو، دي قناتي اسمها سكر ودقيق، بس ما تنسوش تشتركوا فيها ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها، هنجيب مع بعض كوبايتين ميه دافيه، ميه تكون دافيه مش بارده ولا سخنه عشان خاطر الخميره تتفاعل معاها. وهنحط كيس خميره ومعلقه سكر كبيره او معلقتين صغيرين، ونبدا بقى نقلب في الخميره والسكر في الميه الدافيه لحد ما تطلع فقاقيع. الفقاقيع دي بتثبت ان الخميره شغاله تمام. وبعد كده بقى بنحط بقيه المكونات بتاعتنا، عباره عن بيضه، وهنحط طبعا كيس فانيليا او فانيليا سايله اللي موجود عندك، عشان خاطر ايه؟ طبعا عشان خاطر البيض. وهنحط نص كوبايه زيت، بس الزيت بتاعنا يكون زيت نظيف، زيت ذره او زيت عباد يكون نظيف، ما تكونش ليه ريحه. ونحط كمان كوبايه كبيره حليب بودر، ونص كيس كريم شانتيه. دول بيعززوا الطعم جدا وبيودوه كده في حته تانية، يعني دي من اسباب ان العجينه بتاعتنا تطلع هشه وجميله كده. وبعد كده نحط كمان 3 كوبايات دقيق، يكونوا طبعا منخولين كويس مره او اتنين، يعني من 3 ل 3 ونص، يعني حوالي نص كيلو دقيق. ونبدا بقى نحطه في العجان، بياخد في العجان حوالي 5 دقايق. لو ما عندكيش عجان بتعجني على ايدك عادي جدا، وبياخد في الايد على الايد حوالي 10 دقايق، طبعا لانك لازم تدي العجينه حقها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ عجينه ناعمه جدا جدا، يعني من الحاجات من المرات اللي طلعت ممتازه معايا السينابون في المره دي. هنبدا بقى نطلع العجينه بتاعتنا كده. طبعا هي العجينه الناجحه انها تكون بالشكل اللي انت شفتيه دوت، بتلزق حاجه بسيطه جدا. ونجيب بقى بوله وندهنها زيت، ندهنها كلها زيت، ونحط فيها العجينه بتاعتنا عشان خاطر نسيبها تخمر. هتخمر من طبعا عشان الجو بدأ يبرد، فانت هتحطيها في حته ضلمه وتخمر من حوالي من 50 ل 60 دقيقه، يعني اقصى حاجه ساعه، ما نزودش عن كده عشان ريحه الخميره ما تطلعش في الايه، في السينابون. وهنغطيها كده ونسيبها. على بال بقى ما نغطيها، هعمل ايه؟ الحشوه بتاعتنا عباره عن كوبايه كبيره سكر، ومعلقتين كبار كاكاو خام، وايه، ومعلقه قرفه او معلقتين قرفه زي ما انت بتحبي القرفه. وهنحط كمان معلقتين كبار زبده بدرجه حراره الغرفه. هطلع بقى العجينه بتاعتنا، طالعه هشه جدا، بسم الله ما شاء الله. شايفين عامله ازاي؟ هنبدا بقى نفرغها من الهواء. فرغناها بالشكل ده. اما تعملي بجد السينابون بالطريقه دي، عمرك ما هتشتريه من بره تاني، بجد عمرك ما هتشتريه من بره. وكمان ممكن تعملي بيه مشروع كمان، يعني هتعملي سينابون الكل يقولك لا ده انت تعملي بيه مشروع من جماله. ونبدا بقى نجيب المفرش بتاع العجين بتاعنا، ونبدا ايه، نفرد العجينه بتاعتنا مستطيله. طبعا شايفين مستطيله كده، نفضل نظبطها لحد ما تبقى كلها متساويه مع بعضها. وهنجيب بقى الزبده بتاعتنا زي ما قلت لكم، تبقى بدرجه حراره الغرفه، ونبدا بقى ندهنها على العجينه كلها. طبعا الزبده بتجيبي زبده نيوزيلندي، مفيش نيوزيلندي بتجيبي فرن عادي جدا، طبعا لان الحاجات اللي زي دي بتعوز زبده مش مملحه. دهنت انا العجينه كلها كده. هبدا بقى اجيب الايه، الحشوه بتاعتنا، اللي هي احنا عباره عن سكر وكاكاو خام زي ما قلت لك، وقرفه. طبعا لو بتحبوا القرفه زودي القرفه عشان طعمها يبان في الايه، في العجينه بتاعتنا. ونبدا بقى نلفها. طبعا بسم الله ما شاء الله بتتلف معايا سهل جدا، لان زي ما قلت لكم هي ناجحه ممتازه. هبدا بقى الاول الفها كده صغير واقفلها من الجناب. طبعا هي بتاخد وقت شويه في اللف عشان تطلع مظبوطه. وبعدين انا بحب اعمله رفيع كده، ما بعملوش تخين قوي. وكده كده هو ايه، لما بيخمر بيزيد معانا. كده وصلت لحد الاخر. هبدا بقى اقفلها كده، اضغط عليها كويس عشان تتقفل ايه، تتقفل كويس وما تفكش لما نيجي نقطعها. وده شكل الرول بتاع السينابون النهائي اهو على بعضه. هنقطعه بقى. لو عندك سكينه حاميه
تقطعيه بيها. مفيش طبعا سكينه، طبعا يفضل انك تعمليه بالخيط، يبقى سهل جدا. وهنجيب الصاج بتاعنا او القالب اللي هتسوي فيه، وتحطي فيه ورق زبده. مفيش ورق زبده بتدهني زيت او ايه او سمنه من تحت بسيط كده، وتبداي تحطي عليه السينابون. طبعا السينابون بتاعنا شكله بيتكلم عن نفسه من غير ما يستوي، ريحه القرفه كده والكاكاو تحفه. الرول بتاعنا عمل الكميه اللي انتوا شايفينها دي كلها، حوالي 16 واحد. من الحاجات اللي برضو تنجح معاكي العجينه انك تسيبيها 10 دقايق بعد ما تقطعيها قبل ما تحطيها في الايه في الفرن. نبدا بقى نعمل زي ما قلت لكم انجح صوص للسينابون، صوص رهيب. هنجيب معلقتين زبده برضو بدرجه حراره الغرفه، وهنجيب جبنه كريمي. طبعا انا جايباها من عند مستلزمات الحلواني، يعني مش نوع معين طبعا عشان المقاطعه وكده، فانا بجيبها من عند مستلزمات الحلواني، بتبقى جميله جدا. وهنحط عليها كوبايه سكر بودره وكوبايه لبن حليب، ونبدا بقى نقلب. انا عملتها بالمضرب اليدوي، هي هتاخد وقت جامد جدا منك لو اشتغلتي بالمضرب اليدوي، لكن الافضل لو المضرب الكهرباء شغال تعملي بيه. ده بيطلع شكله كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنحطه بقى في التلاجة، هيتقل شويه على بال ما السينابون بتاعنا يخرج. ده السينابون اهو بعد ما خرج، هش جدا، ريحته فظيعه بجد، هش بشكل رهيب. شايفين الجمال؟ شايفين عامل ازاي؟ ناجح جدا، جميل جدا. هنجيب بقى فوطه تكون منديه ميه، يعني معصوره مبلوله ميه وعصرينها، ونحطها عليها شويه حوالي 5 دقايق عشان البخار بتاعه يطريه كمان اكتر ما هو. وبعد كده بقى نبدا نجيب الايه الصوص اللي احنا عاملينه ونحطه على الوش. طبعا انت ممكن بتسيبيه بالصوص ده بس، ممكن تحطي له بقى زيني مثلا تجيبي صوص شوكولاته، صوص كراميل، تجيبي مكسرات وتحطيه على الوش الموجود عندك. مفيش حاجه موجوده بتعملي الصوص الابيض بس وتحطيه. طبعا السينابون ده من الحاجات المحببه جدا للجميع يعني. هبدا بقى اجيب الصوص الشوكولاته. طبعا هو انا كنت سايباه بره فالمطبخ سخن، فحسيته سايح كده عمال بينزل بشكل غريب. انا حطيت بقى صوص شوكولاته وصوص كراميل. هجيب بقى صوص الكراميل واحطه على الوش برضو. بجد سينابون عظيم رهيب، زي ما قلت لك كده بيدوب دوب. اعملي الطريقه دي بالظبط، امشي على الخطوات بالظبط في الصوص وفي السينابون نفسه، هتطلعي اجمل سينابون. ونجيب بقى نعمل طبعا زي ما انتم شايفين بقى شويه شاي كده حلوين، ونجيب السينابون بتاعنا، وكده نبقى عملنا مع بعض سينابون رائع بدون اي افتكاسات وبطريقه سهله جدا. واتمنى الفيديو يعجبكم، يا ريت تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده، وبالهنا والشفا.